تكون رسمي والّا تكون قريب؟ الحلقة دي دليلك العملي لاختيار أسلوبك مع المريض من غير ما تخسر ثقة ولا هيبة. كنت منزّل شورت قبل كده عن الدكاترة التقال والتعليقات ورّيتني حاجة مهمة جدًا، في ناس كتير فاهمة القُرب والرسمية كإنها طمع شخصي، مع إنها في الحقيقة أساليب تعامل وتسويق، اختار حسب الموقف أو حسب الانطباع اللي أنت عايزه يوصل للمرضى عنك، مش حسب طبيعة شخصيتك. عشان كده قررت أقدّم الحلقة دي نفكّك فيها كل أسلوب على حدة، إمتى تكون رسمي، إمتى تقرّب، ليه كل أسلوب ليه مكانه، وإزاي تختار الصح من غير ما تضيّع هيبتك ولا تخسر علاقتك بالمريض. خليني أبدأ بسؤال مباشر، عمرك خرجت من كشف حاسس إنك كنت تقيل زيادة أو العكس حسيت إنك كنت قريب زيادة لدرجة إن القرار الطبي اتأثر؟ أثناء ما أنت بتجاوب على السؤال ده بالتعليقات خلوني بس الأول أرحب بيكم وأقول لكم مساء الخير عليكم وأهلا ومرحبا بيكم حلقة جديدة من نينجا دينتست. معايا هخليك دكتور سنان صحيح بس نينجا. قبل ما نبدأ الحلقة عايزك تعمل متابعة والله تشوف عرض الإكسبلور وطبعا مفضلة كل الحاجات الجميلة دي عشان تشجعنا نستمر عشان تكبر أسرتنا ببعض سوا، ولو عايز تتناقش في حاجة سيبها بتعليق وتابع الحلقة للآخر عشان كما هي العادة بجهزتك مفاجأة لطيفة آخر الحلقة. الحقيقة بقى اللي لازم نقولها أول حاجة وبوضوح هي إن الرسمية مش قوة والقرب مش ضعف، وكمان القرب مش طيبة والرسمية مش شر، لكن اللي بيكسر الطبيب فعلا هو العشوائية في أسلوب التعامل بتاعه مع المرض. في الحلقة دي مش هاقول لك اختار تكون رسمي أو خلّيك قريب، بس هاقول لك إزاي تختار بوعي وتنفّذ عمليًا وتعرف إمتى تغيّر على حسب الحالة اللي معاك وتعرف مميزات وعيوب كل نمط. أول حاجة النمط الرسمي اللي هي الformal authority، إمتى تختاره؟ حالات مؤلمة أو طارئة، مرضى متوترين أو قلقانين زيادة، مريض جاي متشكك أو بيختبرك، وقرارات علاجية كبيرة أو غالية. خطوات العملية لتطبيق الرسمية مش بالكلام لكن بالسلوك. أول حاجة يبدأ بالتحكم في الإيقاع، إزاي؟ دخول هادي، كلام أقل، توقفات أو بوزس محسوبة، مفيش هزار في أول دقيقتين. اتنين لغة واضحة وقصيرة، إزاي؟ جمل تقريرية من غير حشو، من غير قصص شخصية. مثال: الحالة محتاجة تدخل خليني أشرح لك السبب. تلاتة استخدم الأدوات قبل المشاعر، أشعة، صور، شرط، وخلي الصورة تتكلم قبل رأيك. 4 اختم القرار بجملة سلطة هادية، من واقع خبرتي ده الخيار الأهم. مميزات النمط الرسمي بيدي إحساس بالأمان وبيقلل الجدل ومناسب للقرارات الكبيرة وبيقلل الاستنزاف العاطفي للطبيب. عيوبه ممكن يخلق مسافة باردة، بعض المرضى بيحسوه تناكة أو تكبر، بيقلل مشاركة المريض معاك لو زاد عن حد. ثانيا النمط القريب الهيومن كولكتور، امتى تختاره؟ في حالات متابعة طويلة، مرضى مترددين، حالات تجميلية، مرضى جايين بخوف أو تجربة سيئة سابقة. الخطوات العملية لتطبيق القرب من غير ما تقع في فخ غل. أول حاجة يبدأ بتكسير الجليد، تعليق إنساني بسيط أو سؤال غير طبي قصير، حاجة زي مثلا أنت أول مرة تيجي ولا سواء واتعذبت مع دكتور سنان تاني. اتنين شارك الإحساس قبل القرار، اللي بتحكيه ده طبيعي جدا، أو أنا حاسس بيك جدا ومقدر اللي مريت بيه، ده على سبيل المثال. تلاتة اشرح وكأنك بتحكي، اديله تشبيه، اضرب مثال، تحكي قصة قصيرة في العيادة. العصب ده موجود في أوضة وإحنا كنا بنكسر في السقف اللي فوقه عشان كده صدع وتعب. أربعة اختم بتفويض مشترك، خلينا نختار سوا. مميزات النمط القريب بيبني ثقة طويلة المدى، بيقلل الخوف وبيزيد الالتزام بالخطة ومناسب للمحتوى أو السوشيال ميديا. عيوبه ممكن يضعف الهيبة لو زاد، بعض المرضى تستغله، وممكن تتقابل بتأجيل قرارات أو مساوده. أخطر غلطة بقى إنك تكون نص نص من غير وعي، الدكتور اللي بيبدأ قريب وبعدين يقلب رسمي فجأة في وسط الزيارة أو العكس، ده أكتر دكتور يربك المريض. المريض مش محتاجك تبقى حاجة معينة، المريض محتاجك تقواه. المعادلة الذهبية اللي قابلة للتطبيق فورا، ابدأ رسمي خفيف وبعدين لو لقيت أمان قرب، لو لقيت تسيب شيء. خليك أنت اللي بتختار النمرة مش المريض. شعرة معاوية يا دكاترة. تمرين عملي قبل كل كشف اسأل نفسك سؤال واحد، الحالة دي محتاجة أمان ولا احتواء؟ لو أمان اتعامل رسمي، لو احتواء يبقى خليك قريب، لو الاتنين يبقى رسمي في الأول وقريب بعدين. الخلاصة الرسمية أداة والقرب أداة، والغلط مش بالاختيار، الغلط في اللاوعي. الدكتور الشاطر يعرف يعالج والدكتور الذكي
بيعرف يتواصل، لكن الدكتور النينجاوي يعرف إمتى يغيّر أسلوبه على حسب الحالة. سؤاله جه في التعليقات، أكتر مرّة حسيت إن أسلوبك مع مريض كان شَد زيادة أو قرّبت زيادة؟ اختار A لو كنت رسمي، وB لو كنت قريب، وO لو بتتلخبط ما بينهم. خلّينا نتناقش سوا في التعليقات. المرّة بقى اللي قعدت فيها أنا مجهّز لك ملف وورد فيه دليل عملي لاختيار أسلوبك كطبيب نينجاوي. P اختبار سريع يعرفك أنت بتميل لإيه بدون ما تخس. خصائص كل نمط ومميزاته وعيوبه. جدول يساعدك تقرر إمتى تاخد أنهي نمط. جمل جاهزة تناسب كل نمط. تشيك ليست أخطاء شائعة واختبار عملي يساعدك تحدد إمتى بتمشي صح وإمتى بتغلط. لو عايز نسخة من الملف علق بكلمة نمط أو أي حاجة حلوة على زرار إن شاء الله نقطة. هابعت لك لينك تحميل الملف. في النهاية ما تنساش تعمل لايك وشير وحركة الإكسدور عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من دكاترة الأسنان المهتمين. ولو عايز تتناقش في حاجة سيبها بتعليق. ولو عايز تحتفظ بنسخة من سكريبت الحلقة مكتوب علق بكلمة نينجا دينتست وأنا هابعت لك لينك تحميل سكريبت الحلقة. وإلى اللقاء وحلقة جديدة من نينجا دينتست.